سمعوا لي هاد التقرميشه هادي. ساندويتشات ماشي كاي ساندويتشات، خطيرين بزاف بطريقه سهله وبسيطه، كيجيو مقرمشين من برا وطريين من الداخل. ونبداو على بركه الله. غادي نحتاج 3 ديال الكؤوس ديال دقيق الفورس اللي يكون مغربل من قبل. غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السكر، وشويه ديال الموطار، تقريبا معلقه صغيره. ما عمرهاش مزيان غير باش نسمو العجينه ديالنا. تقدروا تستغناو عليه، تعوضوه بالزعتر او باي حاجه بغيتو تنسموا بها العجينه ديالكم. ضفت واحد العلبه ديال الياغورت طبيعي، ومن بعد بديت كنعجن العجين ديالي بالماء حتى جيت ربع كاس ديال الماء. كنحاول انني نمزج هذوك المكونات مزيان بلا ما نحتاجوا اننا ندلكوها مده يعني طويله. العجينه ديالي كتكون شاده في راسها، ما تكونش مرخوفه، وفي نفس الوقت راه ما تكونش قاصحه بزاف. غادي نغطيها وغادي نخليها كتختمر. ندوزو نوجدوا الحشوه. خديت واحد المقيله درت فيها الزيت، واحد 4 ديال الحبات ديال القرعه خضراء اللي يكونوا محكوكين، 2 حبات ديال الجزر حتى هما محكوكين، واحد نصف صدر ديال الدجاج قطعته قطع لي صغيره. غادي نخلي هاد المكونات هادو حتى كيدبالوا بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نضيف لهم التوابل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ايضا غادي نضيف شويه ديال الزعتر. صافي هادو هما المكونات فقط اللي غادي نضيف. نتوما تقدروا تضيفوا اي يعني مكونات وحدين اخرين بغيتو، يعني توابل وحدين اخرين. تقدروا تضيفوا شويه ديال الثومه، داكشي تيبقى اختياري. هنايا ضفت لهم واحد 3 ديال الحبات ديال الفرماج مثلث مع الزيتون خضر وكحل، كتجي حشوه لذيذه بزاف. غادي نخليها كتبرد. غادي نرجع للعجينه ديالي اللي لقيتها اختمرات، وغادي نبدا يعني كنحاول انني نشكلها بشكل طولي باش تجيني سهله في التقطيع. غادي نقطعها ل 13 قطعه، يعني في الاخير غادي نحصلوا على 13 ساندويتش صغير كيجيو رائعين ومقرمشين. بديت كنشكل العجين ديالي عفوا بشكل اللي يكون يعني كروي، وكنحطها جانبا. غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي، ودائما كنعاونوا بواحد شويه ديال الدقيق باش هكا ما كتبقاش كتلصق لينا هذيك العجينه في سطح العمل. بديت كنحاول انني نبسطها بالدلاك، كنبسطها غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد كنحط واحد المعلقه ونص حتى 2 ديال المعالق ديال الحشوه، وكنسدها بهذا الشكل هذا، وكنشكلها يعني بالشكل ديال الساندويتشات اللي شفتوا معايا في اول الفيديو. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. كتبسطوا العجينه واحد شويه يعني غير شويه صافي، وكتحطوا معلقه ونص حتى 2 ديال المعالق ديال الحشوه، وكتغلقوا هذيك العجين بهذا الشكل هذا. حاولوا انكم ما تكثروش الدقيق بزاف فاش كتكونوا يعني كتبسطوا في العجين ديالكم، باش هكا دوك الجوانب كيلتصقوا. الا كثرتوا الدقيق فحاولوا انكم تدهنوا دوك الجوانب بشويه ديال الماء باش العجينه كتلصق وما كتحلش لكم في القلي. هنايا عندي واحد 2 ديال الحبات ديال البيض، كندوز منهم هذوك الساندويتشات، ومن بعد كندوزهم في الشابلور وكنحطهم حدايا، يعني كنستمر حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. عاد من بعد كندوزو للمرحله ديال القلي. هنا كيف ما شفتوا معايا الزيت راه كانت سخونه من قبل، والنار كتكون ما بين متوسطه لهادئه، يعني ما تكونش مرتفعه بزاف باش هكا كيطيب لنا يعني ديك العجينه من الداخل. غادي نستمر مره كنقلبهم من الجهه الاخرى باش هكا كيتحمروا لنا وكيطيبوا لنا من جميع الجهات. هذه راه الدفعه الثانيه، انا راه طيبت من قبل واحد الكميه ديال الساندويتشات. غادي نستمر فاش كيتحمروا لنا بهذا الشكل هذا. صافي كنحيدهم. راه ما كيشربوش لنا الزيت نهائيا، كيف ما شفتوا الكميه اللي قليت فيها نفسها هي اللي باقا لنا في الاخير، يعني راه ما كيشربوش الزيت نهائيا، وكيجيو مقرمشين وهشاشين بزاف ورطبين ولذاذين. جربوهم، ما تنساونيش من لايكاتكم، تعاليقكم المشجعه، وما تنساوش بان غدا غادي تبدا المسابقه. والى اللقاء في فيديو قادم.